فلوج رقم 1 في نيويورك، من اكبر واحسن فروع ابل في العالم هو فرع الفيفث افنيو نيويورك. يلا بينا نشوف. هيحصل عليها انترو بقى، فاهماني؟ في ناس هتستغرب حرفيا، هو انا موجود فين؟ انا موجود داخل فرع ابل، ولكن انا موجود فوق الفرع بالظبط. الفرع ده مبني تحت الارض مخصوص علشان يكون حاجه مختلفه عن باقي فروع العالم، ودي من اكتر الحاجات الغريبه اللي هو بيتميز بيها. لو جينا بصينا هنا على منطقه زي دي، احنا حرفيا اي حد موجود جوه الفرع دلوقتي هو شايفنا من الدايره اللي موجوده دي، وفي دوائر كتير ثانيه موجوده. فطبعا انصح اي حد لو هو لابس جيبه او لابس عبايه او لابس اي نوع من انواع اللبس المفتوح من تحت، بلاشك تقف هنا خالص علشان كل حاجه هتبقى مكشوفه قدام الناس. هنا زي ما انتم شايفين كده، الراجل ده يعني من اكبر منافسين ابل. الراجل ده بيبيع اكسسوارات للايفون قدام اكبر فرع لابل، فالموضوع مضحك جامد قوي لان الاسعار جوه رهيبه. الراجل ده بيجيب المنتجات الصينيه تمام، وبيقف قدام فرع ابل وبيبدا يبيع المنتجات بتاعته بربع السعر تقريبا. المكان طبعا بيجي له السياح من كل انحاء العالم علشان يتصوروا في المكان ده، لانه هو يعتبر اشهر واحسن فروع ابل. الفرع ده موجود عند السنتر بارك، ولو جينا لفينا بالطريق هنا هنلاقي البرج المشهور بتاع ترامب او الفندق المشهور بتاع ترامب اللي دايما بينزل فيه في نيويورك. طبعا الفرع زي ما انتم شايفين موجود فيه كل حاجات تخص ابل، من اكسسوارات من تليفونات. هنبدا بالابل فيجن برو تمام، ودي اللي مكسره ابل دلوقتي. وعلشان تجربها نفسك بشخصيا مش هينفع ان انا اخدها وابدا البسها واجربها، لا انا لازم اروح هنا على الاب واخد ميعاد، بعمل سكان للكيو ار ده وببدا اخد ميعاد اللي انا اجي اجربها بنفسي. طبعا زي ما انتم شايفين الناس هنا دي اماكن تقعد فيها كنب وكده، هتقعد في المكان ده وهتبدا اللي انت تقدر تجربها بنفسك. بيجي لك حد من الدعم بتاع ابل وبيقعد معاك وبيقعد يعرفك تستخدمها ازاي. انا كنت خدت ميعاد من فتره وجربتها، كان الموضوع ممتع، بيخليك تجرب كل حاجه تقريبا فيها. وبالنسبه للايفونات، موجود ايفونات عاديه من اول ايفون 15 العادي لغايه ايفون 15 برو ماكس، ايفون 15، ايفون 15 بلس، ايفون 15 برو، ايفون 15 برو ماكس. وطبعا موجود كل واحد ليه لون مختلف، يعني هنا الالوان مختلفه عن كل حاجه تقريبا. كل ده هنا اللي موجود في السكشن كله اخضر، واللي موجود هنا ابيض في نفس الوقت. لو رحنا على الفيرجن تانية من الحاجات هنلاقي ان في الوان تانية مختلفه تماما. ده اللون الجديد اللي نزل مع الايفون 15 برو ماكس، وهنلاقي اللون البينك مع الايفونات اللي هي البلس وال15 العادي، وهكذا نفس الكلام على بقيه الايفونات اللي موجوده على الترابيزه. هنا الاكسسوارز بقى كلها بتاعت الساعات، بتلاقي كل حاجه للساعات، الالوان المختلفه، الموديلات كلها بتبقى موجوده. فالموضوع الصراحه بيبقى حلو قوي، بيكون متاح ليك اكتر من امازون واكتر من الاماكن التانية، لان بيكون في الوان كتير مختلفه عن التانية، فالموضوع بيبقى كويس جدا وجميل. دي سعرها تقريبا $100، جميله قوي. بتقدر تشغل بيها ميوزك، بتعلي الصوت عن طريق بس التاتش. ودي هي بس الاكبر، يعني شايفين الفرق ما بين الحجم، دي حجمها قد ايه ودي حجمها قد ايه. طبعا موجود اكسسوارز تانية زي الماجيك كيبورد، الانواع بتاعتها الصغيره والكبيره. طبعا في شواحن كويسه جدا، الموجوده الاصليه اللي مش مضروبه مثلا في السوق يقول لك لا ده شاحن اصلي. فالشواحن والحاجات دي كلها هتلاقيها موجوده برضو في فرع ابل. بيسمحوا برضو بشركات تانية ان هي تقدر تتداول حاجات كتير قوي عندها، زي الشواحن دي مثلا اللي هي بتضم الساعه الابل، الايربودز، الايفون، في نفس الوقت تقدر تشحنهم كلهم في حاجه واحده. فكل شخص بيقدر ان هو يجي ويستعمل الايفون بنفسه. زي ما انتم شايفين تقدر تمسك الايفون، تقدر زي ما انت شايف تقدر تمسك الايفون، تقدر تفتحه، تقدر تفتح عليه اي حاجه، تقدر مثلا تفتح عليه الكاميرا حتى. زي ما انتم شايفين كده تقدر تستخدم اي حاجه، تنزل العاب، تحمل تطبيقات معينه، بحيث انك تجرب مثلا لو فتحت مثلا كذا حاجه في نفس الوقت، هل التليفون هيستحمل معاك ولا لا، ولا هيكون بطيء. فدي من الاكسبيرينس الجميله اللي ابل بتديها لمستخدمينها، وهو تعالى جرب السلعه نفسها قبل ما تشتريها. ده المكان متخصص في البيك اب، لو انت عملت اوردر اونلاين وحابب تيجي تاخده فبتضطر انك تستنى هنا، وبعدين بتيجي تستلم الطلب بتاعك. وهنا بقى تقدر تشوف كل انواع الماك بوك، حتى من الحجم ال 16 انش وال 16 انش برضو وال 14 انش حتى لغايه ال 13 انش بيبقى موجود كل حاجه قدامك. مش بس كده، تقدر انك تستخدمهم بنفسك. الوليه خدت الجهاز اللي انا كنت لسه استخدمه. لا مش الوليه، واحد طلع واحد.
ومش بس كده، تقدر تستخدم اي جهاز فيهم وتقدر تحكم على سرعته، هل انت محتاجه شخصيا ولا لا. ليك كامل الحريه انك تعمل فيه اي حاجه. تقدر زي ما انت شايف كده، تقدر تفتح اي تطبيقات تبدا تستخدمه وتشوف مثلا سرعته مثلا على سفاري. معظم التطبيقات اللي حاطينها لك هتلاقي هنا الفاينل كات برو. طبعا مش هيقدروا يحطوا البريمير فلان هو منافس شرس ليهم. ممكن تقدر تفتح الفاينل كات برو لو انت كونتنت كريتور وعايز تشوف انت هتبقى كويس في الايديتنج مثلا، معاه سريع، كل حاجات من دي. طبعا برامج مايكروسوفت دي اكيد بتبقى موجوده مثلا في معظم الوقت. من احسن الحاجات اللي ممكن تستخدمها برامج مايكروسوفت عليه. ومن الحاجات اللي انا بشوفها ان جهاز زي الماك بوك جهاز مش للالعاب ولا لاي حاجه، ولكن هو للاستخدام. لو انت مبرمج، لو انت اديتور، لو انت شخص بتشتغل فريلانس، لو انت شخص اكتر مهتم بعملك بالبيزنس بتاعك مش مهتم بالالعاب وبالحاجات من دي كلها، فاحسن جهاز اقدر ارشحه لك هو اجهزه ابل. اجهزه ويندوز حلوه وكل حاجه، ولكن هي مش احسن حاجه لو انت شخص التارجت بتاعك بيكون حاجات تبع البيزنس او حاجات ليها علاقه بالاوفيس اكتر. تعال بقى على وحش ابل حرفيا، وهو ماك ميني بلس ستوديو ديسبلاي. صراحه الديسبلاي بتاعت ابل بتحسسك انك عمرك في حياتك اصلا ما اتعاملت مع اي ديسبلاي. ما شاء الله نقاء الصوره عالي، البيكسلز بتاعتها كويسه جدا، استخدامات رهيبه ما شاء الله في سرعه التحميل. ده الماك ميني يا جماعه. الماك ميني يا جماعه هو من احسن اجهزه ابل. هو يعتبر كيسه، حرفيا كيسه ابل بس موجوده في حجم صغير جدا. ده حرفيا الوحش الكبير اسمه ماك برو. ده سعره يا جماعه $7000. ده تقريبا اغلى حاجه موجوده في ابل. السيت اب ده معانا حرفيا هو يعتبر اغلى سيت اب في العالم. الكيسه دي تقريبا 7000 وشويه. عندك الابل ديسبلاي سعرها تقريبا 4000 برضو. الماجيك كيبورد سعرها تقريبا بيتراوح تقريبا ل $300. ده طبعا الاي ماك، وهو بيكون عباره عن زي ما تقول كده ايه، الكمبيوتر والشاشه كلهم في جهاز واحد. بيكون ما شاء الله بالرفع البسيط ده، وليه الوان كتير قوي. تحس ان هي الوان غريبه قوي، يعني اللون ده برتقاني، اللون ده تقريبا جولد، اللون ده اخضر. فالالوان بتاعته واستخداماته جميله جدا ما شاء الله. انك لو عايز حاجه خفيفه مش عايز مساحه كبيره قوي عن المكتب بتاعك، فانت بس بتجيب الجهاز ده بيكون هو الكيسه والشاشه في نفس الوقت. والديسبلاي بتاعها يعتبر من احسن الديسبلاي انت ممكن تجيبه. يعني انت ممكن تكلف انك تجيب كيسه لوحدها وتجيب ديسبلاي مش احسن حاجه، فالموضوع هيبقى معاك مش حلو. لا، انت معاك جهاز ابل ومعاك الديسبلاي بتاعته. يعني لو رجعنا للجهاز اللي كان من شويه تقريبا اللي داخل في حدود $20000، ده بس سعره لوحده عامل $1300. وطبعا بتيجي معاه الكيبورد وبتيجي معاه الماوس بتاعته. الماوس دي سعرها تقريبا $120. الكيبورد نفس السعر تقريبا. فبيكون حاجه بسيطه وسيمبل قوي على المكتب بتاعك. وطبعا هنا موجود كل الايبادز اللي انت ممكن تتخيلها في حياتك، من الميني الصغير خالص لغايه اكبر واحد فيهم وهو البرو اللي هو ال 12.9. تمام، البرو ده اكبر واحد موجود حاليا، موجود فيهم كلهم. حاطينه هنا مع الماجيك كيبورد. منظره صراحه حلو قوي ما شاء الله، وحجمه كبير. يعني تحس انك ماسك معاك كمبيوتر في ايدك حرفيا. لما بتضيف عليه الماجيك كيبورد مع الماوس بيكون يعتبر بالظبط بالنسبه لك معاك ماك بوك حرفيا في ايدك. الماك بوك بيبقى شغال سلاسه، نفس الابلكيشنز، نفس كل حاجه. حتى فاينل كات برو بيشتغل دلوقتي على الايباد، ما كانش زمان بيشتغل على موجود عليه. ودي كان كل المعلومات عن اغرب فرع الابل في العالم.